من الواضح بأنه الدراما السورية رح تكسر الدنيا هالسنة، ففي كتير من المسلسلات بتنافس بعضها بموسم رمضان 2024، ومنها مسلسل مال القبان، واللي بيحكي عن معاناة الشعب السوري بطريقة اجتماعية، وهو من إخراج سيف الدين زبيعي وبطولة بسام كوسة وسلاب فواخرجي وكتير من الممثلين السوريين. وفي كمان مسلسل بيت أهلي من بطولة أيمن زيدان، سلوم حداد وصفاء سلطان، ونحن موعودين بهالمسلسل بأنه ترجع درامة البيئة الشامية مثل ما كانت حسب قول الدكتور فؤاد شربجي يلي رجع يكتب مرة تانية بسبب حزنه على الحالة اللي وصلت فيها الدراما الشامية. وهالمسلسل بيحكي عن سوريا بمرحلة الأربعينات. أما مسلسل أغمض عينيك تراني من بطولة منى واصف، أمل عرفة وعبد المنعم عمايري، ويقال بأنه المسلسل فيه روح من الدراما السورية، لأن العمل هو لمؤمن الملا يلي أخرج مسلسل سوق الحرير ويلي هو من آخر أعماله. ومن أحد المسلسلات كمان مسلسل تاج يلي هو من بطولة تيم حسن، بسام كوسة والمطربة فايا يونان، ومن الواضح هو بيحكي عن أيام الفرنسيين. أما مسلسل الصديقات من بطولة صباح الجزائري، إمارات رزق، نزلي الرواس، صفاء سلطان وسوزان نجم الدين. ومن العنوان أكيد فهمتوا شو هو مضمون المسلسل. ورح ينعرض كمان عدة مسلسلات بجزءها الثاني مثل كسر عظم بعنوان السراديب والعربجي، وفي غيرها من المسلسلات والأعمال السورية الضخمة يلي رح تنعرض بموسم رمضان 2024. فشو هو أكتر مسلسل متحمسين لتحضروه؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.